الام جنة ربنا على الارض يا جدعان، الام ما تعوضش. هنا الواحد في الغربه عارف يعني معنى كلمه ام. معنى لو انت تعبان بيسيبوك نام في السرير ويخلعوا ياما. يا مصطفى ما تجيليش يا مصطفى، في شهر 9 هموت فيها والله. انا على فكره يا مصطفى انا بتوه. صاحب مين يا صاحبي؟ مفيش اصحاب. انا بخرج مع نفسي، انا مصاحب نفسي يا برنس. انا مصاحب نفسي وكوبايه قهوتي وعلبه السجاير بتاعتي. والله العظيم انا مسافر غصب عني، وحياة بنت مسافر مش بمزاجي. مين هو السويسي وايه قصته بالظبط، والغربة والسفر عملوا فيه ايه؟ في الفيديو ده هقولك كل حاجة عنه. هعرفك الناحية التانية من حياة السويسي واللي محدش يعرف عنها اي حاجة خالص. بص يا صاحبي، حاجتي والسنة بعرة دي وحياة بنتي طافع الكوت عشان اجيب الخدمة دي. انت باصص لي عشان جبت طقم جديد ب 100 جنيه بلبسه مرة في الاسبوع؟ مصطفى بوحلو الشهير بالسويسي، مواليد 94 من الغربية. السويسي هو أكبر واحد في إخواته، ومن يوم ما طلع للدنيا وهو بيشتغل ويشقى ويصرف على إخواته. كان شغال على ونش من وهو عنده 14 سنة، واشتغل في البنا وكان بيلقط رزقه اليوم بيومه، وراضي ومبسوط ولا عمره فكر في سفر ولا هجرة. لكن في الوقت ده كان كل الناس في البلد عندهم بتسافر هجرات غير شرعية. وفي يوم كان قاعد السويسي واتفاجئ بابن عمه بيقول له انت هتسافر بكرة. السويسي ما كانش عايز يسافر وما كانش مبسوط لما سمع الخبر، وكل اللي في دماغه ساعتها انه هيهرب ازاي منهم. لكن اللي حصل ان عمه سلمه تسليم اهالي للناس المسؤولين عن السفر، وطلع السويسي على اسكندرية، خد 3 ايام هناك على امل انه يعرف يهرب منهم ويرجع لبلده تاني، لانه كان خايف ومرعوب من فكرة السفر، وما كانش عايز يسيب اهله ولا اصحابه. وكان كل اللي في دماغه انا عايش كويس هنا، اسافر واتغرب في بلد معرفش فيها حاجة ليه. طلع السويسي من اسكندرية في عربية نقل على بلطيم، وهناك بقى قدام المركب اللي هتمشي بيه في عرض البحر، أول ما شافها شاف الموت قدامه. عرف إنه خلاص مش هيعرف يهرب، مفيش حل قدامه غير إنه يسلمها لربنا، وهي كده كده خربانة. طلع السويسي على المركب وفضل في عرض البحر لمدة 7 أيام. 7 أيام كل لحظة بتعدي كان بيشوف فيها الموت بعينه ومستنيه في أي لحظة، لكن يشاء ربنا إنه ينجيه من البحر. أول ما وصل السويسي إيطاليا اتقبض عليه واتحبس 15 يوم، بعدها خرج، وبعدها دخل مدرسة لأنه كان لسه سنه صغير. لكن بسبب إن المدرسة كانت بفلوس وهو على الله ومش معاه أي حاجة خالص، كان لازم يهرب منها. هرب السويسي وراح على روما، وهناك شاف اللي محدش يتوقعه، لدرجة إنه قال أنا مش عارف أنا عايش إزاي لغاية دلوقتي. الدنيا لطشت فيه وعدت عليه أيام كتير كان بيموت فيهم من الجوع، والشارع كان هو بيته، لدرجة إنه كان بيتمنى ينام يلاقي أمه هي اللي بتصحيه عشان تقول له اصحى، كل ده كان حلم، أنت لسه معانا على سريرك ووسطنا. عشان ياما والله 13 سنة وانا بعيد عنك ياما. الام جنة ربنا على الارض يا جدعان، الام ما تعوضش. هنا الواحد في الغربة عارف يعني معنى كلمة ام. معنى لو انت تعبان بيسيبوك نام في السرير ويخلعوا ياما. إحساس بالخوف والغربة والوحدة ما كانش بيفرقه، وما كانش عارف مصيره هيكون إيه، هل هيقدر يعيش ويكمل ولا هيموت. كان شايف إن ربنا نجاه من الموت في عرض البحر بمعجزة. والله البحر ده مالوش امان. اسمع مني، البحر ده انا قعدت فيه 14 يوم ابان بدعوة امي وستر ربنا عليها طلعنا منه. ما يغركوش اللي هو هادي، لو ربنا ده كل شباب زي العسل كتير وحرق قلبه ومهات كتير عليهم والله. بستر ربنا ودعوة امك اللي انت بتخرج منه، غير كده ما انتش طالع منه. وبعد شوية السويسي ربنا كرمه واتعرف على واحد إيطالي. الراجل ده هو اللي انتشل السويسي من العذاب اللي كان عايش فيه، وعلمه كل حاجة، وفضل شغال معاه 5 سنين. في الوقت ده السويسي كان معاه قرشين حلوين، وكان متعرف على شوية مصريين هناك كان عاملهم صحابه. وفي يوم قرروا يفتحوا مشروع مع بعض ويعتمدوا على نفسهم. وبعد ما السويسي حط معاهم اللي وراه واللي قدامه، نصبوا عليه وغدروا بيه، ورجع السويسي من تاني للمرمطة والعذاب. لكن اللي يعرف يبني نفسه مرة بيعرف يبني نفسه 1000 مرة. السويسي رجع تاني وقف على رجليه، لكن ما اتعلمش من غلطته، ودخل مشروع تاني مع ناس تانية. بس للأسف السويسي للمرة التانية يتنصب عليه ويخسر كل فلوسه، وده اللي خلى السويسي ما يثقش في حد ويقرر يصاحب نفسه. وانا ماليش اصحاب بمعنى اصح. صحاب مين يا عم؟ ده انا خسران 30,000 جنيه بسبب 30,000 يورو بسبب صحابي في محلنا قبل كده. ولما عرف يجمع شوية فلوس تانية فتح بيهم محل خضار وبقى عايش يبيع ويشتري فيه، والدنيا بدأت تمشي معاه.
حياة رسول الله ما لها لازمة ولا بتعودك عن الصح. تعالى خد الفلوس ورجعني زمان، رجعني سليم، رجعني سليم من هنا وسليم من هنا. حياة ربنا وغربتي لو معاك ملايين وقاعد على السرير وفي حد بيسأل عنك فوق. ربنا وسعها على السويسي وقدر يخطب واحدة من مصر، لكن الحلو ما يكملش. يشاء ربنا إنه يحصل بين السويسي وبين خطيبته مشاكل والموضوع يتفشكل والسويسي نفسيته تتدمر من تاني. وفي يوم من الأيام السويسي اتعرف على ماريانا. كان هو عنده 24 سنة وماريانا عندها 35 سنة. ماريانا كانت ست عايزة تتجوز وتعيش وما كانش فارق معاها أي حاجة، وكان في الوقت ده عندها 3 عيال ومطلقة. والسويسي كان لسه مفركش خطوبته ومحتاج حد يهون عليه غربته ووحدته، فطلب من ماريانا إنه يتجوزها وهي وافقت، وقدر كمان يخليها تسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. السويسي لما اتجوز ماريانا ما كانش فارق معاه ياخد الجنسية ولا يعمل ورق الإقامة بشكل رسمي، لأنه كان عايش 9 سنين في إيطاليا بيروح ويجي وعنده المحل بتاعه وعنده كل حاجة، وكل ده من غير ورق. لدرجة إن السويسي يوم ما راح السفارة عشان يتجوز ماريانا ما كانش معاه جواز سفر أصلا. ماريانا هي اللي عملت كل ده عشان تتجوز السويسي، وما كانش فارق معاه إنه يعمل أي حاجة غير إنه يتجوز واحدة بيحبها وبنت حلال وعايزة تعيش. ربنا كرم السويسي بعد ما اتجوز ماريانا، وبقى يعمل فيديوهات صغيرة كده على التيك توك بيظهر فيها هو وماريانا واللي سماها بهانة، وبقى مشهور باسم السويسي وبهانة مراته. السويسي انتشر فيديوهاته واتشهر في مصر وكمان في إيطاليا، لدرجة إن الحكومة الإيطالية عرضت عليه ياخد الجنسية بشرط إنه يتنازل عن جنسيته المصرية. يعني عشان اخد الجنسيه الايطاليه اتنازل على الجنسيه المصريه؟ ما تبلع الجنسيه الايطاليه بسنين. انا اتنازل على الجنسيه المصريه؟ انتوا تعبانين. ده لو على موتي وربنا لو على موت ما اسيب الجنسيه. انا يا جدعان بعشق مصر، دم مصر. وفضل السويسي على الحال ده يعمل فيديوهات مع مراته شوية ومع عيال مراته شوية، ومع الوقت اتكرر ظهور السويسي مع عيال مراته. الناس افتكروهم بناته من كتر حبه فيهم، لغاية ما السويسي صرح في مرة وقال إنهم بنات مراته، وإنه ما بيخلفش بسبب حادثة حصلت له عملت له مشكلة في الإنجاب، لكنه قال برضه إنه بيحب بنات مراته وبيعاملهم زي بناته بالظبط، وإنه يعرفهم وبيجوا عنده المحل من قبل ما يتعرف على ماريانا أصلا، وحاسس كأنه ربنا عوضه بيهم. وشفنا حب السويسي للبنات ظاهر في كل فيديوهاته، ومن ضمنهم فيديو كان ظاهر فيه مع واحدة من البنات وخلاها تقول إنها مصرية، وكان فرحان إنه ذاكر لها وعلمها جدول الضرب بنفسه، وده يبين لنا إن عيال مراته بيعتبروه كأنه أبوهم الحقيقي. السويسي في فيديوهاته بيوجه رسائل للشباب اللي عايزة تسافر، وبيقول لهم يبعدوا عن الهجرة الغير شرعية، لأن الطريق ده آخره الموت، ولو ما متش فأنت بتشوف الموت حواليك في كل لحظة. اللي عايز يجي رسمي، غير كده ما تضحيش بحياتك. أنا ربنا نجاني بمعجزة وبدعوة أمي. حياة ربنا بستر ربنا ودعوة أمك اللي أنت بتخرج منه، غير كده ما أنتش طالع منه.